السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة من حواديت كاسبر. ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في أرنب اسمه تيمو، كان بيحب يلعب ويجري طول اليوم، وكان متعود كل يوم الصبح يروح ينزل النهر اللي في الغابة ويعوم. وبعدها تيمو بيطلع ياكل ويروح على مدرسته عشان يتعلم حاجة جديدة. الأستاذ بتاعهم كان مستر فوفو القرد، وكان بيعلمهم دروس كتيرة ومفيدة. تيمو كان بيبقى مبسوط جدا وهو بيسمع كلام القرد فوفو عن الغابة بتاعتهم، وكان بعد كل حصة بياخدهم عشان يعلمهم أكتر عن الحاجات اللي بتحوطهم. وآخر كل يوم تيمو كان متعود يقف مع أصحابه في المدرسة يتكلم معاهم، ولكن كان الفهد سيمو على طول بعد ما يخلص المدرسة يمشي ويسيبهم. تيمو كان بيتغاظ من سيمو لأنه مش فاهم هو ليه مش بيقف معاهم أبدا، وكان بيحس إنه بيتكبر عليهم ومش عاوز يصاحبهم وبيبعد عنهم دايما. ولكنه ما كانش بيتكلم معاه ولا بيسأله عن تصرفاته ولا بيعلق عليه، بس كان بيبقى حاسس إنه متضايق كل يوم سيمو بيسيبهم ويمشي فيه. وفي يوم من الأيام صحى تيمو عشان ينزل يعوم بدري قوي عن ميعاده، ولما راح عند النهر شاف سيمو واقف عند النهر بيبص في المية على اخواته. تيمو وقف بعيد وشاف سيمو وهو بيراقب اخواته وهو خايف عليهم، ولما خلصوا لعب في المية قعد يأكلهم وينشفهم وبياخد باله منهم. بعدها تيمو فضوله زاد وقرر إن هو يمشي ورا سيمو وإخواته لحد ما وصلوا بيتهم، وهناك لقى مامة سيمو تعبانة وسيمو بيحضر لإخواته الفطار وبيأكلهم. ولما راح سيمو المدرسة تيمو مشى هو كمان وراح حضر حصته يومها، وأول ما خلصوا حصتهم مشى تيمو ورا سيمو عشان يشوف هيعمل ايه بعد المدرسة. لقى ان سيمو بيرجع بيته بسرعة عشان يقعد مع مامته المريضة ويراعيها، وبيلعب مع اخواته الصغيرين، واللي منهم محتاج حاجة بيساعده فيها، وهكذا لحد آخر اليوم. سيمو بيعمل مهام كتيرة في يومه وبينام متأخر جدا. وقتها بس فهم تيمو ليه سيمو بيجي المدرسة تعبان ومش بيقف معاهم أبدا. قرر إن هو يقرب من سيمو ويصاحبه، وبقى بيساعده في الحاجات اللي بيعملها. وبعد فترة اعتذر لسيمو إنه في يوم كان شايفه متكبر وما يعرفش الحاجات اللي هو بيمر بيها. سيمو قبل اعتذار تيمو وقال له إنه معذور لأنه ما كانش يعرف إيه اللي ورا تصرفاته. وتيمو اتعلم وقتها ما يحكمش على حد أبدا ويلتمس العذر لكل أصحابه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة اضغط اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملوا لي فولو واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.